المنتخب المغربي بيعمل عظمة أمام منتخب تنزانيا النهاردة في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم. أهلا بكم متابعينا الكرام في كل مكان، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. أجمل 10 دقايق هتشوفوهم النهاردة، مش هنقول أجمل 90 دقيقة، أجمل 10 دقايق في اللقاء النهاردة، ولو إن المباراة كلها بالكامل كانت ممتعة للمنتخب المغربي، على رأسهم حبة المشماش النجم حكيم زياش صاحب الهدف اليوم في الدقيقة 28، والعميد روان سايس اللي ما نقدرش نبخل عليه بأي حاجة، ده عميد نجم المنتخب المغربي وقلب صخرة الدفاع مع النجم نايف أجرد صاحب الأسيست النهاردة للنجم حكيم زياش. والله ما عارفين نبدأ منين من كتر الفرحة اللي غامرة الواحد، بصراحة ما شاء الله عليه المنتخب المغربي، اللهم لا حسد، خمسة وخميسة في عين كل اللي ما يصلي على النبي. اللهم صل عليك وصلي وسلم عليك يا سيدي يا رسول الله. هنبدأ الفيديو النهارده مع النجم أشرف حكيمي اللي ضيع ضربة الجزاء في الدقيقة الثالثة، ودي كانت ممكن تغير من مجريات اللقاء بالكامل. النجم أشرف حكيمي المتخصص في ضربات الجزاء اللي كان ممكن يبتديها صح في الدقيقة 3، ولو إنها كانت بدري كانت هتفتح اللقاء أكتر من كده، بس مش مشكلة، قدر الله ما شاء فعل. النهارده كان عندنا منتخب يحترم، بيفكرنا بلعب النهارده مونديال 2022 اللي كان في قطر، اللي رفع سقف طموحنا كلنا كعرب وافارقه. وليد الركراكي بيقول للافارقه والعرب خلي بالكم انا موجود لسه، محدش يعمل اي حاجه من غير ما يقول لي. وليد الركراكي بيدي صافره انذار كده لكل المنتخبات الافريقيه والعربيه. النهارده كان عندنا النجم المتميز حكيم زياش اللي احنا ممكن نكتب صفح عليه كتير جدا. هنبدا من عندنا من صخره الدفاع، النجم رومان سايس والنجم اشرف حكيمي والنجم نايف اقرد ونصير مزراوي نجم نادي بايرن ميونخ. كان له الاساس خد كارت اصفر كده في الاول، بس مش مشكله، هو عصبي. نخش بقى سنه قدام كده هنلاقي الوحش اللي احنا عملنا عليه حلقات وحلقات، نجم مانشستر يونايتد اكيد عارفينه، نجم اولد ترافورد، نجم سفيان امرابط. النهارده كان في لبس الولد بصراحه، لبسه انذار احمر زي الفل. نجم سفيان مرابط ذكر بالفعل راجل من ظاهر الراجل لبسه كارت احمر النهارده، وكان بصه هيلبسه في دماغه، ما شاء الله عليه القوه الجسمانيه، والراجل ده بيلعب بعقله وماسك خط النص عظمه على عظمه. يا سفيان مرابط مع النجم بلال الخنوس طبعا كان برضو عامل عظمه النهارده، ما شاء الله عليك. حكيم زياش النجم برضو امين عدلي كان وجه رئيسي النهارده في التشكيله الرئيسيه، النهارده كان عالمي عالمي هو، والنجم طبعا البلدوزر اللي ما نقدرش نستغنى عنه، النجم الكبير يوسف النصيري العالمي النهارده اللي قفز قفزتين عالميين، لكن ما كانش له نصيب النهارده في يحرز اهداف. هو اتك على الهدف كده في الدقيقه حوالي 53، لكن طبعا ما اتحسبت للراجل الهدف في مرماه طبعا بتاع تنزانيا. ونقول المنتخب المغربي النهارده فعلا قدم لنا مباراه رائعه جدا قدام منتخب تنزانيا، وبيكسب الثلاثه بونت باريحيه جامده، كسب 2-0 النهارده طبعا عن طريق الهدف اللي خطأ في مرماه. لكن النجم حكيم زياش النهارده بعت صاروخيه منين، ده جباره اقسم بالله، صاروخيه جباره النجم حكيم زياش من نص الملعب. النجم نايف اقرب بصها له، والتاني لعبها حكيم زياش طبعا، خبطت ارضيه زاحفه كده من جنب حارس المرمى، بتفتح الاهداف في الدقيقه 28 وبيفتح اللقاء. وبعدين برضه قلنا لازم نشوف نجم عبد الصمد الزلزولي نجم ريال سويسيداد ونجم اوساسونا طبعا سابقا ونجم نادي برشلونه. النجم نزل برضه وكان في تغيير النهارده معاه النجم امير ريتشاردسون، طبعا ده كان متواجد برضه في اخر 10 دقائق. وبرضه كان عندنا في نجوم كتير برضه قاعدين على الدكه، ما شاء الله ان قائمه منتخب المغرب مليئه بالنجوم ومدججه بالنجوم، يعني وليد الركراكي ما حبش يفتح الحنفيه على الاخر. كان عندنا برضه نجم طارق تسودالي برضه كان عالمي النهارده طبعا، طلع حكيم زياش ونزل طارق تسودالي. ومش هننسى امين حارس نجم نادي مارسيليا صاحب ال 26 عام النهارده طلع برضه، نزل بداله نجم الهولندي نجم بي اس فيندوفن اسماعيل صبيري. ما شاء الله اللعيبه الحمد لله، اللعيبه كلها كانت مكتمله النهارده في حالتها النهارده. النهارده كانت ماتش مباراه تنزانيا، هنعتبره ماتش كده كان ايه، شبه استعداد كده ودي رسمي دولي، كان المنتخب المغربي بيشوف نفسه عامل ايه، لكن الحمد لله المنتخب المغربي قدم اداء جماعي، قدم بشكل جماعي. شفنا بجد تكتيك خاص للمنتخب المغربي كانه متناسق ومتجانس بقاله فتره بيلعب مع بعض. طبعا الغيابات اللي كانت موجوده والاستبعادات اللي كانت موجوده مش هنقدر نتكلم عليها، لان ده حته وليد الركراكي من حمد الله وغيره. وليد الركراكي بقى هو شايف طبعا الملعب اكتر مننا، وفي نجوم كتير، بس هيروحوا فين طبعا
كلهم نجوم على عيننا وعلى راسنا، لكن هو جاب برضو النجوم اللي يقدروا يواجبوا الوقت دلوقتي بتاع بطوله افريقيا اللي هي موجوده متاهله لكاس العالم. ما شاء الله، فريدريك راكي 10 على 10، حكيم زياش نجم 10 على 10 برضه، سفيان مرابط اللعيب اللي انا بحترمه جدا في خط النص ما شاء الله برضه انا بديله 10 على 10. سيبك من 8 بونت وال9 بونت والحاجات دي، لا انا بقيم اللعيبه، لا بشوفهم لعبوا في الملعب برجوله باداء. منتخب المغرب منتخب تنزانيا النهارده كانوا فرقتين، ما شاء الله المنتخب المغربي علم على منتخب تنزانيا بهدفين ولا اروع من كده، نجم حكيم زياش والتاني كان هدف في مرماه، كان باخرهم لمسه طبعا يوسف النصيري لكن هو اتحسب للراجل هدف في مرماه. كان الحكم، وطبعا لو ركله الجزاء كانت جت طبعا في الدقيقه الثالثه عن طريق اشرف حكيمي كانت ممكن تفتح اللقاء اكتر من كده. مش هينفع نختم الفيديو برضه غير ما نبارك للمنتخب المغربي تحت 17 عام اللي مشرفنا، الكبير والصغير والله العظيم ما شاء الله عليهم مشرفينا. المنتخب عبر على جسر ايران طبعا الحمد لله طبعا، ووصل للدور ربع النهائي وده اول مره في تاريخه، وان شاء الله الاشبال دي هتبقى لها مستقبل قريب ان شاء الله، وان شاء الله هيكونوا محترفين في افضل النوادي الموجوده باذن الله. محمد الحموني وايوب شيخون، في لعيبه كتير مش عاوزين ننساها طبعا، وسيف العزوزي طبعا ما شاء الله عليهم، وطبعا البونجوزيل اللي هو بيمارس كانه ياسين بونو، كان متالق جدا جدا في ركلات الجزاء النهارده ما شاء الله عليه، صد ركلتين جزاء من اروع واحسن، وخد افضل لاعب في المباراه النهارده الحارس المرمى المغربي بونجوزيل ما شاء الله عليه. مش هننسى برضه الفضل للنجم والقائد المدرب سعيد شيبه ان هو قدر يلعب الكافه النهارده على ايران وقدر يلعب بيهم، مع ان كان هجمات المنتخب المغربي افضل بكتير على المنتخب الايراني لكن ما كانش لهم حظ، بل انهم كان ممكن يتهزموا بالهدف التعبان جدا بتاع ايران ده طبعا. لكن طبعا اللاعب سيف العزوزي نزل وغير مجريات اللقاء والحمد لله جابوا الهدف في الدقيقه 94 ولعبوا شوطين اضافيين، وبفضل الله طبعا كسبوا باربع ركلات جزاء طبعا مقابل واحده طبعا. والف الف مليون مبروك للتاهل التاريخي لمنتخب المغرب تحت 17 سنه، وطبعا الف مليون مبروك للمنتخب المغربي الكبير طبعا. قبل ما نختم الفيديو ما تنسوش تدعمونا باللايك والاشتراك عشان يوصلك كل جديد للمحترفين المغاربه والمنتخب المغربي.